كشف ممدوح الساعاتي وكيل اللاعبين عن تحركات من الاهلي للتعاقد مع المهاجم الكولومبي بابلو صباغا الذي يمتلك الجنسيه الفلسطينيه ويلعب في الدوري الكوري. علي معلول يصنع هدفين في فوز تونس على قطر، ومحمد علي بن رمضان يسجل هدف ويفوز برجل المباراه. واجاز بن رمضان بعد خروج تونس من كاس العرب قبل ان ينضم مجددا لمنتخب بلاده الاول استعدادا لكاس الامم الافريقيه. يوسف بالعمري لاعب نادي الرجاء المغربي والخيار الاول للنادي الاهلي لتدعيم مركز الظهير الايسر مع وجود ترشيحات للاعبين تحت السن في هذا المركز. في حال الفشل في ضم اللاعب المغربي سيتم التفاوض مع اللاعبين الشباب اللي تحت السن. التقارير في المغرب تؤكد ان اتحاد تواركا المغربي يريد الحصول على $1.5 مليون نظير بيع فؤاد الزهواني لاي نادي خلال فتره يناير المقبل. وفؤاد الزهواني هو مدافع مغربي يلعب في مركز الظهير الايسر ويبلغ من العمر 19 عام، واللاعب يعتبر هدفا لاداره النادي الاهلي. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراه نيجيريا الوديه يوم 16 ديسمبر المقبل استعدادا للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. الاهلي اجرى اتصالات بيزن النعيمات واللاعب يرحب بارتداء الفانيلا الحمراء خلال الايام القادمه تشهد جديدا، ويتم الاتفاق حاليا على راتب اللاعب مع النادي الاهلي. موقع البطوله المغربي يثير الجدل ويؤكد ان الفيفا اختار مباراه مصر وايران في كاس العالم ضمن المباريات التي سيتم فيها دعم المثليين في المونديال. خضع الكابتن حسن شحاته لعمليه جراحيه استغرقت 13 ساعه. ربنا يتمم شفاعه على خير ان شاء الله ويقوم بالف سلام. وسط ارتباط اسمه بالاهلي منذ امس، صحف العراق تؤكد اهتمام نادي اربيل العراقي بمهاجم الاردن يزن النعيمات ويطلب شراء اللاعب مقابل $1.5 مليون. بتروجيت يستغل تألق حامد حمدان في كاس العرب ويطلب الحصول على 50 مليون جنيه لبيع المده المتبقيه في عقد اللاعب الفلسطيني حامد حمدان. محمد عبد الله واحمد عبد القادر يواصلون برنامجهم التأهيلي في الاهلي استعدادا للمشاركه مع الاهلي في مباريات كاس الرابطه القادمه. مشاركه اشرف داري في التدريبات مع الاهلي بشكل قوي، والاهلي يطلب من اللاعب فسخ تعاقده او الرحيل لاي نادي يريد التعاقد معاه، واللاعب يرفض ويريد الحصول على قيمه عقده كامله. قيمه عقد اللاعب 2.5 سنين حوالي $3 مليون، والاهلي يبحث للاعب عن عروض اوروبيه للرحيل. وزير الاسكان يعلن رسميا مصادره ارض الزمالك في اكتوبر بشكل نهائي، وسيتم تعويض النادي بارض بديله، والارض ستكون اما في الفيوم او في اسيوط. سيد عبد الحفيظ يظهر في تدريبات الاهلي للاطمئنان على استعدادات الفريق لكاس الرابطه والتاكيد للجهاز الفني على ضروره التعامل مع المباريات بجديه. جميع النجوم في مصر او خارج مصر يدعمون محمد صلاح، وان شاء الله محمد صلاح سيصنع التاريخ في افريقيا ويفوز بالبطوله. هاني بيرزي عضو مجلس اداره الزمالك يمنح نادي الزمالك سلفه 25 مليون جنيه لكي يصرف جزء من مستحقات اللاعبين الاجانب المتاخره، ومنع اخوان الفنا من اتخاذ نفس خطوه محمود بنتاج وفسخ عقده من طرف واحد، ومنح اللاعب المغربي محمود بنتاج جزء من مستحقاته المتاخره على امل الاقتناع بالتراجع عن الخطوه التي اتخذها. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.